في خبر عاجل: اعتقال اليوتيوبر الجزائري أنستينا في مطار القاهرة أثناء عودته إلى الجزائر بسبب فيديو علق على أحد المساجد قرب الأزهر. وتداولت العديد من المصادر الإعلامية والصفحات خبر اعتقال السلطات المصرية للمؤثر الجزائري على شبكات التواصل الاجتماعي أنستينا، الذين ينتشر محتواهم على نطاق واسع، حيث يتجاوز عدد متابعيه على منصة الفيسبوك 3 ملايين متابع. وأشار أنستينا خلال فيديو نشره قبل يومين إلى أن هذا الأمر شرك لا نقاش فيه، ممتعضا من وضع النقود. وأكد أنه لا يشرع زيارة القبر المزعوم في مسجد الحسين، وذلك لوجود المنكرات العظيمة هناك من السجود للقبر والطواف به ودعائه من دون الله. وأشار تينا في ختام الفيديو إلى وجود جهات أمنية تقوم بتعقبه بعد حديثه حول موضوع الشرك بداخل مسجد الحسين بالعاصمة المصرية القاهرة، في حين لا توجد أي أخبار جديدة أو منشورات خاصة به منذ ذلك الحين.